ازيك؟ في حاجة انت بتغلط فيها كل يوم وبجد لو فهمتها صح مستواك في القهوة هيعلى قوي، والحاجة دي هي الاكستراكشن يعني الاستخلاص، يعني ببساطة ازاي المية بتسحب الطعم من البن. والاكستراكشن عندنا بيتقسم لثلاث انواع، اولهم اندر اكستراكشن يعني استخلاص ناقص، يعني المية عدت بسرعة والطعم بقى ناقص والنتيجة طعم حاد وحموضة عالية ومفيش اي توازن وجسم قوامه خفيف جدا، وده بيحصل بسبب طحن خشن ووقت قصير وتوزيع او تامبنج مش مظبوط. بمعنى ابسط ان القهوه ما لحقتش تتفهم. تاني نوع اوفر اكستراكشن يعني استخلاص زياده، يعني الميه عدت ببطء لحد ما استخرجت كل اللي في البن وزياده، فالنتيجه مراره عاليه وافتر تيست مزعج وقوام تقيل قوي على اللسان، وده بيحصل بسبب طحن ناعم زياده ووقت طويل وضغط او جرعه مش مظبوطه. بمعنى ابسط عصرت على القهوه زياده عن اللزوم وجبت اكتر من اخرها. وتالت نوع البالانس اكستراكشن، وهو انك تاخد حموضه نظيفه وحلاوه واضحه ومراره خفيفة تكمل الطعم. ده بيحصل لما تظبط الطحن والوقت والنسبة، ساعتها هتشرب أحلى كوب قهوة. ولو وصلت لحد هنا وحابب تحتفظ بمعلوماتك عن الاستخلاص، سيب كومنت بكلمة أروما وهتلاقي PDF ببلاش فيه كل حاجة عن الاستخلاص في موقع أروما اللي في البايو. وبس كده، أنا أحمد ودي أروما. تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف أكتر عن القهوة ومجالاتها.